حتى احنا ذاته جاهزين مدربين ومسلحين. لو استنفرونا الليل احنا جاهزين. الله اكبر والله، الله اكبر والله، انا مطاعي الجبناء. الله اكبر، العزة لله والعزة للسودان والنصر القوات المسلحة. بيقول لا للحرب ده ما يا ينجويت يا قحاتي، صح؟ الدعامة دول بيجونا 3 مرات في البيت واحنا اصلا ما عندنا حاجه ولا عندنا شغل، الحمد لله رب العالمين. احنا اكتر ناس اتضررنا وشفنا بعيننا وشفنا المعامله واتعاملنا اسوأ معامله في بحري واطردنا من بيوتنا. بعد شافوا روحهم انهزموا تب قالوا لا للحرب، وما عندنا لهم حاجه غير نعم للحرب لحد اخر جنجويتي، وكلنا جيش كلنا جيش. الله اكبر. ده تمرد، بنعتبره تمرد على الدولة، على القوات المسلحة، وأي تمرد لابد أن ينتهي بالحسم العسكري أو التسليم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف بك. الباغر بكر الطاهر. الباقر انت مع بس لحد اخر جنجويتي ولا مع لا للحرب؟ لا، بل آخر جنجويتي. طيب ليه؟ لأنه الناس ديل في الشيء اللي عملوه في الخرطوم وفي البلد ما حاجة، يعني استباحوا، احتلوا بيوت، انتهكوا عروض. دي ما حاجة مسلمين ذاته، ولا زول مسلم يعمل كلام زي ده. عشان كده احنا مع الجيش لآخر حاجة. لو حتى احنا ذاته جاهزين مدربين ومسلحين. لو استنفرونا الليل احنا جاهزين. الله اكبر والله، الله اكبر والله، انا مطاعي الجبناء. الله اكبر، العزة لله والعزة للسودان والنصر القوات المسلحة. نحن مع بس لآخر جنجبيدي. طيب ليه؟ ليه؟ لأنه الناس دي شردوا بالناس ودخلوا سكنوا ودخلوا بيوتهم واغتصبوا الحراير، حاجات كثيرة والله. نسأل الله يدي العافية. المعركة دي اسمها معركة الكرامة، مش لحد آخر جنجويدي. إذا الحرب دي آخر جنجويدي ما انتهى معناه يفنى آخر مواطن سوداني، مش آخر عسكري، آخر مواطن سوداني ينتهي في الحرب دي، ولا ننتهي من الجنجويد ديل كلهم ونعيش في سوداننا ده آمنين ومستقرين في تحت ظل قواتنا المسلحة في حمايتها وفي حكومة يرتضي بها الشعب السوداني. أما الجنجويد ديل أن إحنا والله العظيم آخر لنا نكون في الوطن تحت بدل ما يحكمونا هم. السلام عليكم. أنا مع نعم للحرب، أنا مع بل لآخر جنجبيدي في السودان. طيب ليه؟ لأنه نحن في الحقيقة الناس دي عانينا منهم معاناة شديدة جدا جدا. عرفت الكلام ده كيف؟ والحاجة الثانية بالإضافة لذلك بأنه الناس دي لسه أصبحوا مبغوضين عالميا، ما يفوزون أصلا بدون الناس دي. الناس دي العالم كله بيكارهون والشعب كله بيكارهون. والله فعلا لا للحرب، لكن انا مع بل لاخر جنجويتي. طيب ليه؟ لانه نحن ما دارين اي تمرد يكون في السودان، ولا دارين شراكه مع الجيش. الجيش لما يكون جيش يعني وطني واحد موحد يكون البلد بيكون صافي ما فيه حاجه. والله يا اخي احنا من الخرطوم، احنا اكبر ناس متضررين من الحرب دي واكتر ناس اتضررنا، يعني زي ما شايف بقينا لافين من ولايه لولايه ومعانين جدا. فنحن طبعا مع بس. طيب ليه؟ لانه متضررين صراحه، احنا اكتر ناس اتضررنا وشفنا بعيننا وشفنا المعامله واتعاملنا اسوأ معامله في بحري واطردنا من بيوتنا. فبنستحق انه يا اخي الحرب دي تنصفنا وتنصف القوات المسلحة وتكون لصالح الشعب ولصالح القوات المسلحة ان شاء الله. السلام عليكم. مرحبا، وعليكم السلام. نتعرف بك. محمد عبد القادر عبد الحفيظ. عم محمد، انت مع بس لحد اخر جنجويتي ولا مع لا للحرب؟ والله نحن طبعا الحرب ما دارينا بالاسف من الاساس يعني، لكن فرض علينا فرض. ايوه الناس دي عذبونا عذاب شديد خلاص. يعني انت هسه مع بس مع بس لحد اخر جنجويد. طيب ليه؟ لانه الناس دي لو قعدوا هنا وحكمونا او دخلوا في اي تفاوضات 30% و40% هيعذبونا، هيتكرهونا العيشه. نعم. انت هسه جاي من الخرطوم؟ جاي من الخرطوم. طلعت من الخرطوم بعد 4 شهور و18 يوم. الدعامه دي بيجونا 3 مرات في البيت واحنا اصلا ما عندنا حاجه ولا عندنا شغل، الحمد لله رب العالمين. انا مع بل بس لحد اخر جنجويتي. طيب ليه؟ والله يا اخي اولا حاجه البلد دي لازم يكون فيها جيش واحد موحد، تمام، وما يساوي اي قوه مع قوه الجيش، تمام. انا لما اتحاور مع الدعم السريع ده معناه ساويته مع الجيش، تمام. بعدين يا اخي هو اللي بيقول بل بس، اللي بيقول لا للحرب ده
ما يا جنجويتي يا قحاتي صح؟ ايوه بعد شافوا روحهم انهزموا تب قالوا لا للحرب وما عندنا لهم حاجه غير نعم للحرب لحد اخر جنجويتي وكلنا جيش كلنا جيش. الله اكبر. انا مع بلبس لاخر جنجويدي. طيب ليه انت مع بلبس؟ لانه الشغله دي ما بتشبه الشعب السوداني، فيها اغتصاب، فيها انتهاكات عروض الناس واموال الناس، وانا من الناس المتضرر في سوق ليبيا. انا متضرر حسي في سوق ليبيا، والشغله دي ما بتشبه الشعب السوداني ولا بتشبه الاسلام ولا بتشبه المسلمين ولا بتشبه العقائد كلها. يعني انت رافض تماما انه الناس تقعد تتحاور مع الناس دي؟ انا رافض تماما، لانه دي الناس الزول اللي بيعمل معاون الحوار ولا بيعمل معاون الصلح ولا بيقعد معاون ولا بيجلس معاون. دي لو ما كان انتهكوا عروض الناس وشالوا قروش الناس وكسروا الدكاكين ونهبوا، انا كان بقول لك نقعد. لو كان الخلاف خلاف سياسي نقول لك معلش نقعد معاون، لكن الخلاف حسي انتهاكات عروض الشعب السوداني والناس كلهم متضررين، يعني الاطفال والنساء والشردوا وجونا في القضارف هنا ما عندهم مأوى، ساكنين في المدارس وتعبانين شديد. أنا مع إنهاء التمرد تماما، مع إنهاء التمرد، مع الجيش الواحد، شعب واحد جيش واحد. طيب ليه انت مع بلبس؟ طيب ده تمرد بنعتبره تمرد على الدولة، على القوات المسلحة، وأي تمرد لابد أن ينتهي بالحسم العسكري أو التسليم. عشان كده نحن مع إنهاء التمرد يا بالحسم العسكري يا بتسليم القوة والسلاح. نحن مع بلبس لحد آخر القضاء على آخر جنجويدي. طيب ليه؟ لأنه هؤلاء الناس يعني أدخلوا في الناس هناك الرعب والفساد والسرقات والنهب، وأدخلوا فينا أشياء لم نكن نعرفها من قبل. الله يبلبس. طيب ليه؟ شغلة جاطت واغتصابات ونهب وحاجات كثيرة حاصلة، يعني بلبس. إن شاء الله السنة ذاتك ربنا سهل بوصل أولادي ديل المدني وبيجي راجع من درمان تاني إن شاء الله مع المستنفرين ديل بإذن الله. أنت مع بلبس لحد آخر جنجويتي ولا مع لا للحرب؟ لحد آخر جنجويتي. طيب ليه؟ يا أخي نحن شفنا من الناس ديل ما شوية، بعدين نحن فوتنا مرحلة لا للحرب، فوتنا مرحلة تفاوض نحن مع الناس ديل. يعني اللي عملوه في البلد ما شوية. عملوا شنو يعني؟ اغتصاب، شريد، نحن هسه مشردين، نحن هسه فقدنا ممتلكاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أي حاجة. تاني نتفاوض معاه على شنو؟ وهو مجرم، نحن تاني نتفاوض معاه عشان تاني يجي يبقى معانا في نصنا؟ ما ممكن. يا خايفين يصمتوا واحد الله الموت شرف بإذن الله الحق نثبته. يا خايفين يصمتوا